بنرحب بحضرتك معانا في اتس شو تايم، منورانا. والحقيقه عايزين نبارك لك في الاول طبعا على مشاركتك في تجربه الفيلم العالمي هيدن سترايك مع النجمين طبعا جاكي شان وجون سينا، وحابه اعرف تفاصيل اكتر عنه. الفرصه دي جت ازاي؟ جت امتى؟ كلموكي من خلال ايه؟ التواصل كان عامل ازاي؟ طبعا التواصل كان في الأول باي ايميلز. هم الحقيقة يعني كانوا اللي مطلوب للدور ممثلة عربية وتجيد الإنجليزية وممكن تمثل بيها. فكان في كذا ترشيح. الفكرة يعني اتعرضت في الصين من واحد مصري مقيم في الصين، كان مسافر يعمل دكتوراه وقلب ممثل هناك. بيمثل بالصيني. حلو قوي. في مسلسلات تاريخية صينية اسمه عمرو زغلول. فعمرو كان ليه علاقة بالشركة بتاعت جاكي شان لأن هي المنتجة. فهو قال لهم لا، مش هتلاقوا ده غير في مصر. بس فاتصلوا بيا باي ميل وبعتوا لي السكريبت. طبعا تحمست جدا جدا جدا. اولا انا بحب الصين اوكي جدا. ده اول حاجه. ده اول حاجه. ثانيا انا من معجبي جاكي شان من اول ما طلع. طب يعني ممكن اشوف افلامه مره واثنين وثلاثه. بحب الاكشن بتاعه، بحب خفه دمه لان دايما بيعملها بخفه دم. صح. فاول ما اتبعت لي السكريبت وعرفت الموضوع ايه، عجبني طبعا الفكره. هو الكلام ده كان في 2018. وسافرنا الصين وقعدنا، وكان في نفس الوقت حصل اتصال بالاستاذ هاني عادل، بس انا وصلت قبله يعني. على اساس ان هو الاحداث بتدور في العراق وقت الحرب. طبعا اللوكيشن كان قريه مبنيه بالكامل. واو. في فراغ الصين بقى، الصين كبيره قوي. صح، الصين كبيره جدا، اكبر دوله. ف كنا في مقاطعه اسمها جوانسو. كان يوميا سفر للوكيشن ساعه ونص. ياه. ساعه ونص كل رايح. يوم. كل يوم. هناك اللوكيشن بقى فيه طبعا يعني ما فيهوش كرفانات كتير، مش زي عندنا كل الممثلين ليهم كرفانات وكده. المجاميع كانوا من اللي بيدرسوا في الصين. فاكتشفت بقى ان فيهم في كليه الطب وفيهم في كليه اداب مثلا بيدرس لغه صينيه. عرب بيدرسوا عرب بيدرسوا عرب باكستانيين هنود. عشان كل الفيلم يعني اللي هو مش صيني هينطق بالانجليزيه. بالانجليزيه. فاكتشفت بقى يعني في مثلا في المجاميع كان حوالي مثلا 20 طالب طب وطالبه. فده كان بالنسبه لي حلو قوي. بيسلوا نفسهم هناك. صح. وبيأرن ماني وحاجه حلوه جدا جدا جدا. ايه تاني؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.